اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح الفل. النهارده جمعه مباركه عليكم وعلى اهل بيتكم يا رب. ربنا يبارك فيكم ويخليكم ويجعلكم سند ليا زي ما انا مسنوده بيكم، يجعلكم يا رب سند لبعضينا كده يا رب. اخواتي في الله حبايب قلبي، ربنا يبارك فيكم ويخليكم ليا يا حبايبي، تفضلوا رافعين من روحي المعنويه دايما كده. بصوا النهارده احنا مش هنعمل اي طبخ بقى ولا هنعمل اي حاجه. النهارده انا عايزه اوريكم شكل الرخامه بتاعتي. انا مش عاجباني الرخامه، انا كنت لازقه عليها لزقه قبل كده عشان بصوا هي مكسوره كده من النص، فهي مش عاجباني شكلها بصراحه. فانا حبيت ان انا اجدد فيها، فجبت لها ستيكر وهلزقه عليها وهلزقه كده وارجع اوريكم شكلها واخد رايكم. قولوا لي رايكم برضو اذا كان شكله حلو ولا اغيره ولا اعمل ايه. النهارده بقى ايه، يوم شقه كده ويوم تعب، فقلنا ايه من ضمن الشقه والتعب ايه نشقى بقى ونغير بقى الحاجات دي. بصوا حبايب قلبي، احنا هنا غيرنا الرخامه، حطينا الستيكر ده، ايه رايكم فيه اهو؟ يعني ادى للرخامه منظر بصراحه، لان انا عندي الرخامه مكسوره، فطبعا ايه كل شويه بصوا اوريكم حاجه. الرخامه المكسوره كنت كل ما اجي اطبخ حاجه هنا تنزل حاجات ايه على المعالق هنا في الدرج، فطبعا انا كل شويه اشيل المصفى اغسلها اصب الدرج بالمنظر ده، فحسيت ان هو ايه شغلانه بقى وتعب بقى. ايه قلت اغير الستيكر ورحت مغيراه وركبت اهو ورصيت الحاجه. قولي رايكم في التعليقات يا رب. بصوا اماني بتعمل لكم، قولوا لي لايك، قولوا لي رايكم في التعليقات اذا كان شكله حلو ولا لا. ودلوقتي بقى ايه هننزل على المواعين ده. بصوا مفيش يا مرحبين. بصوا بقى بما انها مرمطه بقى، دي كوبايه الشاي اهي، انا بغسلها بقى معايا بالمره اهي. انت بقى ربنا يتوب علينا ونجيب غساله اطباق عشان نترحم. بصوا حبايب قلبي، دي كوبايه الشاي بلبن، فقلت ايه اغسلها بقى معاكم كده بالمره، ونصبن بقى البوتاجاز ونروق المطبخ عشان نطلع بقى ايه على الاوض وعلى الصاله. يعني النهارده يوم روتيني كده، ايه ترويق بقى وتنظيف بعيد عن الايه عن المطبخ وعن الاكل والشرب، واحده واحده كده. وقلنا ايه نصبن مع بعض. ويا حبايب قلبي اكيد الروتين ده عند الناس كلها، بيبقى يوم الجمعه ده مرمطه شويه. طبعا المواعين دي مش بتبقى يوم الجمعه بس، ده بتبقى طول الاسبوع. حبايب قلبي هنا خلصنا بقى المواعين اهو. بصوا ودي الحوامل بقى بتاعه البوتاجاز، فقلنا ايه نعملها بالمره وندعكها كده معانا. وده البوتاجاز يا حبايب قلبي اهو، بس بعد ما عملنا الفطار طبعا متبهدل ازاي، فطبعا عايز ايه يتغسل بقى شطفه كده، فقلنا نشطفه معانا برضه بالمره عشان نبقى خلصنا المطبخ ونضفناه ونخش على الاوض. كانت اللحظه المنتظره بعد ما خلصت الدنيا في المطبخ اهي بالشكل ده، شايفين يا حبايب قلبي؟ وادي البوتاجاز اهو خلصناه وروقناه كده ونضفناه. بعد كده اهوت هنخش على الحوض، غسلنا مواعيننا ونضفناها. طبعا يا حبايب قلبي انتوا ممكن تلاحظوا ان الشقه كمان ايه مبهدله، يعني فيها مثلا حاجات مكسره مش عارفه ايه. انا ربنا يكرم زي ما قلت لكم في فيديو من الفيديوهات ان انا ان شاء الله قريب جدا هنقل في شقه جديده، فطبعا دي مش شقتي، فانا عشان كده مثلا مش حابه ان انا اروق فيها دلوقتي. فقلت باذن الله لما اروح شقتي باذن الله هنروق فيها بقى ونوضبها مع بعضينا، وهوريكم كل حاجه صوت وصوره بقى وتقولي رايكم فيها وربنا يجعلها فتحه خير علينا. ويا رب النهارده الحاجه البسيطه دي تعجبكم. انتظرونا بقى ايه هنعمل مع بعض الميني بيتزا بعد ما خلصنا المطبخ كده على رواقه.